وهنا همسة يجب أن نسمعها جميعا. أنا ما حجيت وأنت ما حجيت، يمكن يحج قلبك وتحج دموعك، والله كريم قد يعطيك أجر من حج بهذا الشوق الذي في قلبك والصدق وأنت تدعو الله جل وعلا. لذلك أقول نحن اليوم مع اليوم المشهود ولا يفصلنا عنه إلا سويعات، وهنيئا لمن سيكون هناك، وهنيئا لمن سيستغله أيضا هنا، هنيئا لمن هو على قيد الحياة. أقولها حقيقة، والله لو سجدنا على الحامي من الإبر وعلى الشوك شكرا لله إذ مد في آجالنا ونسأ في آثارنا وأعطانا المهلة بعد المهلة. ولذلك أقول لكل مسلم يمر عليه هذا اليوم: إياك أن يأتينك الشيطان فيحول بينك وبين أجر عظيم. سويعات لا تتجاوز 13 ساعة أو 14 ساعة، وبعدها تكفر عنك ذنوب عامين، عام ذهب وعام آت. هنيئا لكل من صام هذا اليوم. بل إني أفخر وأسعد ونسعد جميعا. هناك بيوت تواصت على الصيام في أيام التسع كلها، من أول يوم إلى يوم عرفة وهم يصومون 9 أيام، ويوم العيد. هنيئا لأولئك في خير أيام الدنيا. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، صاموها. فأقول من لم يصمها صيامها نفل، لكن أشد الصيام استحبابا وتأكدا وسنة ثابتة يوم عرفة. فإن لم تستطع ما قبلها فلا أقل من هذا اليوم، يوم عرفة. والله ما أشرقت شمس يوم على خير من يوم عرفة، ما أشرقت شمس يوم على خير من يوم عرفة، حتى هو خير من نهار رمضان. أشرقت شمس رمضان بعد أن غابت شمس آخر ليلة من ليالي شعبان، دخلت أول ليلة من رمضان، نصلي التراويح، ثم تشرق الشمس على أول أيام رمضان، وهو متجر من متاجر أهل الإيمان. والله لشمس هذه الأيام في العشر الأوائل من ذي الحجة إنها خير من إشراقها على أي عشر وعلى أي يوم من أيام العام. يا أحبابي، أخذتنا الدنيا. وش رأيكم يوم عرفة لغير الحاج؟ ما رأيكم أن نخلو بالله؟ صلي الفجر جماعة أيها الرجل، ثم بعد أن تصلي جماعة وجوبا تمكث في المسجد. المرأة تصلي في بيتها تمكث في مصلاها، البنت امكثي في المصلى. ترتفع الشمس ساعة ونص، ساعة وربع، ارتفعت الشمس تصلي ركعتين، وفي هذه الأثناء دعاء وتلاوة وتكبير وتهليل وحمد. ردد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ردد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ردد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ردد قل هو الله أحد 10 مرات، 20 مرة، الفاتحة 30 مرة إذا ما معك مصحف، اقرأ، سبح. ثم بعد ذلك استيقظ قبل صلاة في منتصف الضحى، واصل ركعتين بعد الوضوء، توضأ، ثم صلي ركعتين إلى 8 ركعات، ثم بعد ذلك بكر لصلاة الظهر، واقرأ جزءا قبل الصلاة وجزءا بعد الصلاة، عد لا حرج في التريح، عد بعد ذلك إذا صليت صلاة العصر رجاء لا تخرج عشية عرفة. أنا ما حجيت وأنت ما حجيت، يمكن يحج قلبك. يا صائم قبل الغروب بساعة توجه إلى الله، أخلو بربك، يا رب يا رب، فأنت في خير يوم. ونعم من أحسن في هذا اليوم فله أن يفرح في يوم العيد. إننا نتحدث عن يوم هو سرة الأيام وتاجها. هذا اليوم يشهده ملايين البشر من هذه الأمة، وهناك ملائكة يتنزلون بالرحمات، وهناك رب يقول ماذا أراد هؤلاء، ثم يشهدهم أنه قد غفر لهم. حقيقة أنا لا ألوم تلك العيون يوم أن تبكي شوقا إلى عرفات الله. حقيقة لا أستغرب إذا رأيت حاج قد مضى من عمره أكثر من 60 عام وهو يجمع مؤونة حجه، وأذن في الناس بالحج يأتوك. ما الذي أقبلت قلوبهم؟ يأتوك، ولذلك يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ومن هذه المنافع تحقيق التوحيد والعتق من النار.
نتكلم عن يوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس على الصحيح. فضل بعض أهل العلم يوم النحر لأنه يوم الحج الأكبر، وبعضهم قال هو يوم عرفة، فيوم النحر إنما هو يستقبل فيه، وهو يوم العيد يستقبل فيه أولئك الذين خرجوا من النار وخرجوا من ذنوبهم وأعتقت رقابهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث عن اليوم المشهود هذا معاشر الأحباب قرة عين كل مؤمن. هذا اليوم حقيقة معاشر الأحباب يسير الإنسان إليه بأشواقه، وتسير مهجته ودمعه ودفق قلبه، يسير إلى الله لبيك. وهناك من يلبي فيذهب إلى ذاك المكان الذي هو صعيد عرفات الله الذي يشابه المحشر. وهنا وقفة، تلاحظ الحاج يخرج من بيته كالميت يودعه أهله، وفي الميقات يخلع المخيط كما الميت يخلع عنه، ثم هو يغتسل والميت يغسل، هو يلف إحرامه والميت يكفن، ثم هو يخرج إلى عرفات الله أول أركان الحج بعد الإحرام فيحشر على صعيد، وهناك يباهي الله بأهل الموقف ملائكة السماء، ثم يشهدهم أنه قد غفر لهم فيولدون كأنما هم على المحشر. ولذلك أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأقول هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لعبد أتى لله ملبيا لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، استجابة بعد استجابة، ثم وحد الله لبيك لا شريك لك لبيك. ثم يأتي إلى الله من الذي يطرده؟ الكريم الرحيم المنان الذي وسعت رحمته كل شيء. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله غفور، الله كريم. صور الله يحب العمل، ومن حب الله للعمل أنه فضل على ذروة الإسلام. صور واحد جاي بذنوب السنين، ذنوب السنين، فيأتي إلى الله ملبيا في مكة أو تائبا لو لم يكن حاج. وسنقسم بعد إذنك أخي الغالي، سنقسم الحديث، لأن البعض يقول يا شيخ لا تقطع قلوبنا شوقا إلى البيت العتيق. البعض منهم ما حج، وبعض النساء وبعض الضعفاء وبعض لربما أو المرضى يقول يا شيخ كفاك تشويقا. فوالله ليس في قلوبنا احتمال أن نحتمل الشوق، فوالله لا ألوم تلك العيون الدامعة، ولا ألوم تلك النفوس التي اشرأبت. والله إن الإنسان إذا قال لبيك اللهم لبيك تطامن الكون كله ليشهد له يوم القيامة. حجر وشجر يلبون ويهلون من كل حدب وصوب، يأتوك من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله أكبر. ينتظر الإنسان هذا اليوم بشوق،